السلام عليكم. كاع المواضيع اللي عالجناها ولا هضرنا عليها استنتجنا إنه كاين هناك إفلاس فكري صح في عند صانعي المحتوى، كاين إفلاس فكري، ما كاينش جديد، دي فوا يخرجوا يديروا نفس الروتين، نفس اليوم، نفس الأفكار، إعادات فقط، يدخّلوا حاجة لوسط وراهم يتمشاو، يعني قال لك: "لا تجعلوا من الحمقى مشاهير." حنا من الناس اللي جعلنا من الحمقى مشاهير، يعني أي إنسان يجي يقدّم التفاهة، يقدّم أي حاجة مش مليحة في صباح وعشية يولي مشهور، هذا خلاص يعني أقرينا به، حنا معترفين به، إنه أي إنسان يقدّم التفاهة يولي مشهور، يعني سرعة البرق، ولكن أنا جامي شفت إفلاس فكري كيما عند هاد الإنسانة، شوفوا فيديو. الطبق تاعنا صار جاهز. تحية تغماس فوالا، بصح نسحقها فخوماج، نحط هكدا شويه من فوق. شوفوا انا ندير هكدا، راح ناكل هكدا، بصح لازم نفهمكم، راح ندير هكدا باش نوريكم. وجات محرحرة كيما يحب الخاطر مع الفخوماج. صراحةً يا فازو ما لقيت ما نقول، يعني سي غراف كيما تقولي أنتِ، يعني اليوم خلصوا لك كاع الأفكار، دفعتي فايت، كي دافعة فايت يعني فايت، اليوم بقى لك غير أنتِ تجي يعني بقى غير هذا يولي محتوى، هذه اللي كانت ناقصنا إنه يجي إنسان يقول لنا كيفاش ديروا تاكلوا. هذه ماشي فكرة، هذه تمسخير، هذه تمسخير بالناس، لأنه لو كان ما جيتش تمسخري بالناس ما ديريش كيما هاك، أنت كي باغي المشاهدة بالتفاهة. أتوقع أنه أكثر إنسان يتسب في السوشيال ميديا، أكثر إنسان طالع بالسب، أكثر إنسان يخلص من السوشيال ميديا وكل الناس ضده هو أنتيا، يعني أنتِ في السوشيال ميديا موجودة بالسب، يعني الناس باش تعايرك، باش تضحك عليك فقط، تخرّجي الزوج تاعك ياكل بديك الطريقة التي هي ليست من عادات الرجل الجزائري، مشراه كي تقول له نتيعو، صايعو خلاص الناس كرهت منه، الكروفات الناس كرهوا منها، التفرميج الناس كرهوا منه، يعني بقى لك غير تورينا تخرجي كيفاش نديرو ناكلو حنا، يعني تمسخري بالناس وتمسخري بالشعب، يعني روحوا تشوفوا كيفاش ديرو تاكلو، بقى لنا غير التغماس شكون اللي يعلمها لينا؟ إيوا هذا ماشي تمسخير؟ هل أسكو هذه فكرة؟ هل أسكو هذا فيديو؟ لو كان تشوفوا يعني هذا الفيديو بلي واصل مليون في التيك توك وواصل يعني نص مليون في فيسبوك تفاجئوا، وكاين ناس عاجبهم، كاين ناس معارضين باش من، وكاين ناس عاجبهم كيفاش غتوريو هي كيفاش يغمسوا، يعني دوكا انتي تخرجي توري لنا رمضان بهدلتي بينا، طول العام مبهدله بينا، هذه ليست عادة الأسر الجزائرية أو يعني الناس الجزائريين، حتى إذا كلاو ولا بينوا ولا على الأقل بطريقة معينة، ما راكيش تشوفي كيفاش كديري تاكلي انت والزوج تاعك، يعني صراحة صدقيني مجانين، يعني مجاعة وما يديروش كيما هاك، يعني الناس اللي محرومين ما يديروش كيما هاك، يعني تقول ما شايفاش تقول جامي كليتي، حتى لو كان الزوج تاعك مشراه ولا ياكل بديك الطريقة، انت كوني مرا يعني دسيه كيما نقولوا، قلعي ما تصوريهش هكا باش ما يوليش عند صورة الناس انه وضع مقزز. انا كي نشوف واحد الامور عندك نحس بالاخر ديرونجا، حنا ليست من عادات الرجل الجزائري انه ياكل هكا بالديول ويقبض ديول وحريره، يعني حتى الا كان وكان استر ما استر الله، هذا ماشي محتوى، يعني مصره انه هذا محتوى، نتا تجمعي وتاكلي انت وولادك عايشه بالماكله، همهم بطونهم، والله ما راه محتوى، راكي غير تعيي في روحك، اكثر وحده تتسب وعايشه بالسب وطالعه بالسب وهي انت في السوشيال ميديا، ما كانش تعليق ايجابي الا البعض، كملتي كل شيء، كملتي التهريج تاعك، كملتي الفكاهه نتاعك والتمسخير تاعك، جيتي اليوم تورينا حنا كيفاش نديرو نغمسو الخبز، خلصوا لك المحتويات، يا سيدي غير شعلي النار، ديري غير الماء يحمى، ولا هاد التمسخيره نتاع كيفاش نغمسو، ما تشجعوش، يعني وقفوا الناس عند حدها باش نقدروا او نشوفوا حاجه زينه، سي غراف الا قعدنا كيما هاك. اليوم هذه راه يعني هذه بداية يعني حنشوفوا هذا المحتوى، إذا نجح معاها راح نشوفوا الناس ديرها، خلاص صاي ما مانا ما نتوما ما كل الناس تخرج ودير كيفاش ناكل المحمصة، كيفاش ناكل صاي خلاص، ولينا غير ناكلوا ونرقدوا صاي، هذاك ربنا خلقتها ما عندنا والو، لا نشجعوا الناس، لا فكر لا أفكار لا نصائح، غير الأكل يتمشى، غير الاكل في السوشيال ميديا ما نكذبوش على لساننا غير الماكله، توري اللحم تزوخ على الناس،
تجيب لهم حاجه زينه تخلعهم، روحوا تشوفوا دار جديده، روح غير خلع. اللي بغى يربح في هذا السوشيال ميديا يخلع الناس، هذا ما كان. هل اسكو حنا ما نقدروش نوقفوا وجه لوجه لهاد الناس اللي راه تخرب في المجتمعات؟ هل اسكو تحسوا هذه فكره؟ انا نعتبرها تمسخيره، اساءه، تمسخيره. يعني ما كش دارت لنا قيمه. كيفاش حنا ما نعرفوش ناكلو، ولا ما نعرفوش نغمسو؟ جيت تورينا انت كيفاش ناكلو؟ انت وراكي عايشه والله كيفاش راكي تاكلي وكيفاش ديري تاكلي انت والزوج تاعك، والله يدل على انه ما راكيش عايشه. حنا عايشين خير منك، حتى لو ما عندناش قانعين. وما كي نخرج ناكل بالشويه عليا، الحمد لله قانع. ديروها في بالك وحطوا زوج من الناس، واحد بخير عليه وواحد مش بخير عليه، وحطوا له ماكله. الا كلا هذاك اللي بخير عليه بديك الطريقه، عرفوا باللي مسكين. الله، كاين ناس فقراء تلقاهم هاك متعففين. ما حناش نقارنوا، ولكن هي راه تقولها عايشه بيان، بصح كي يشوفها واحد تاكل يقول ماش عايشه بيان صراحه، عايشه بواحد الطريقه تاع جهل. وفي الاخير تخرج لنا بفكره مسخيره، روحوا تشوفوا كي ديروا تاكلوا تغمسوا تمسخري بينا. خلاص حنا غير اللي جاي صاي، غير اللي جاي يطبق علينا السيف، غير اللي جاي يفرض علينا الافكار، غير اللي جاي يفرض علينا الافكار. ايوا من بعد حنا نتقبلوا، من بعد نقولوا كي راه صارينا وكيفاش وكيفاش. لازم نوقفوا الناس عند اول نقطه، انه اذا فاتوا النقطه هذيك خلاص راح يمشي، ما نقدروش يصرى انفلات. ان شاء الله تكونوا فهمتوني الى نقطه واحده اخرى، الى معالجه واحده اخرى ان شاء الله، والى فيديو واحد اخر. وسلام الله عليكم.